بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم إن شاء الله في عالم فطوم أحلى حسوي معاكم الشيش طاووق في الفرن. في زبدية حطيت لبن سائل، وحطيت دبس الرمان، صلصة الصويا، بهارات منوعة، بابريكا، كاري، كمون، فلفل أسود، كزبرة، قرفة، هيل، روزماري، وحطيت معاها شوية من الشطة الحمراء. وبعد كذا عندي قطع الدجاج مقطعاها إلى قطع أوصال صغيرة مربعة بدون عظم، وأغمسها في الخليط. أحاول إن كلها تشرب من الخليط. بعد كده حطيتها تقريبا ساعتين، ممكن تحطيها أكثر من كذا في الثلاجة. خرجتها تكون قد سبكت مع البهارات حقتها واللبن، وأبدأ أحطها في الخلة. أحط معاها قطع من البصل، قطع من فلفل الرومي، شايفين، وأدخلها أحط مجموعة يمكن 4-5 حبات كذا. ومن الطرف أحط بصل وفلفل، ومن الجهة التانية كمان أحط نفس الطريقة. شايفين، حطيت كمان قطعة بصل وقطعة فلفل، وخلاص حطيت في الصينية، رصيتها فرشتها بالقسطير ورصيتهم وحطيتهم في الفرن سريعا. هنا جالسة كل شوية أتعهدها وأقلبها على الجهتين. هذا هو طبقنا، قدمته مع الصلصة صويا وسلطة كمان حارة، سويت معاه السليق وزينته بالبصل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.